ما لا تعرفه عن الجوافة من فوائد صحية ونفسية. فوائد الجوافة يعني لو قعدنا كتبنا مجلدات مش هنقدر نوفي بجد بجد فوائد الجوافة. طيب، تحتوي فاكهة الجوافة على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز من فوائدها في الجسم. تعال أقول لكم إيه الفوائد بتاعة الجوافة. وهل للجوافة أضرار؟ يعني بعد كل الفوائد اللي احنا هنقولها دي، للجوافة أضرار؟ تعالوا نشوف. القيمة الغذائية للجوافة: بتحتوي الجوافة على نسب جيدة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم. الحبة الواحدة من الجوافة فيها سعرات حرارية، فيها بروتينات، فيها دهون، كربوهيدرات، ألياف، ماء، فيتامين د، فيتامين A، فيتامين E، ومجموعة من المعادن زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والزنك. وتعتبر الجوافة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ودي أهم حاجة طبعا، التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار. اللي عاوز يحمي نفسه من البرد يقولك دايما كل ليمون، برتقان، أو حمضيات بصفة عامة. ولكن نصيحة مني ليك ان انت تاكل الجوافة بعتذر، بتاكل الجوافة بكميات حلوة، ده بيفيد الجسم. لو كل يوم في نظامك الغذائي أكلت جوافة واحدة فأنت حميت جسمك من الأمراض. بتساهم الجوافة في حماية الجسم من الجذور الحرة، آه، اللي هي تعتبر لوحدها أسباب رئيسية للمشاكل الصحية. طيب تعالوا نشوف فوائد الجوافة بقى لمين والمين والمين. أول حاجة فوائد الجوافة لمرضى السكر، ودي مهمة جدا جدا لمرضى السكر. بتساهم الجوافة لمرضى السكر بعدة طرق. أولا، السيطرة على مستويات السكر في الدم، مهما تاكل من الجوافة متعليش السكر في الدم. كمان بتظبط الأنسولين، يعني شوف ناس كتير بتاخد أنسولين الصبح وبالليل علشان خاطر تظبط الأنسولين. ممكن بجوافية واحدة هي تقدر تظبط الأنسولين، لأن كمان الجوافة مشبعة جدا، وبتزيد من حساسية الخلايا للأنسولين في حالة مضادات الأنسولين. بتعالج الإمساك، لأن الإمساك أكتر مشكلة شائعة لدى مريض السكر. طيب بيفيد بإيه تاني؟ فوائد الجوافة للسرطان. خشوا كده واقروا كتير واسمعوا، هتلاقوا ان الجوافة وأوراق الجوافة فيها كمية وفيرة من مضادات الأكسدة اللي بتمنع نمو الأمراض السرطانية، وهي مضادات للأكسدة اللي بتساهم في تعزيز فوائد الجوافة للسرطان. أكتر حاجة مفيدة لمرض السرطان هو فيتامين سي، والجوافة فيها نسبة عالية من فيتامين سي. طب ايه السرطانات اللي بتفيد معاها أكل الجوافة؟ سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم. وزي ما أنا قلت، أدام فيها كلمة المستقيم هي بتعالج الإمساك. طيب فوائد الجوافة للقلب. الجوافة دي زي ما قلت لكم لها فوائد كتير جدا. الجوافة لها فوائد متعددة لصحة القلب وتحسين ضغط الدم، لأن الجوافة بتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. ضغط يعني بوتاسيوم، أي حاجة بتعالج الضغط. البرشامة اللي انت بتاخديها للضغط بيبقى فيها نسبة بوتاسيوم عالية عشان تنزل الضغط. طبعا بيساهم في تحسين الضغط والحفاظ على صحة القلب. طب خفض مستويات الكوليسترول ده بيؤدي لمشاكل كتير. السكر بيبقى سببها الكوليسترول، الضغط بيبقى سبب الكوليسترول، انسداد الشرايين بيبقى سبب الكوليسترول. فما بالك ان انت يكون عندك صيدلية ببيتك ليكي ولأولادك، ان انت تجيبيها وتفيدي بيها صحتك وصحة أولادك. بتحتوي الجوافة كمان على ألياف ومضادات للأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضارة ورفع مستوى الكوليسترول النافع في الدم. دعم وظائف القلب، بيدعم وظائف القلب عشان فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية خلايا القلب من التضرر الناتج عن الأكسدة وتحسين وظائف القلب. طيب الجوافة مفيدة في ايه تاني؟ يعني هي بس للقلب والضغط والسكر، لحاجات كتير جدا. اولا الجوافة في التخسيس، اللي عاوز يخس بياكل جوافة
والدكتور ما بيقولوش مثلا ده ممنوع. الفاكهة الوحيدة اللي مسموحة للسكر والضغط والدايت بأريحية، لأنها أولا منخفضة السعرات، غنية بالألياف، منخفضة الدهون، غنية بالفيتامينات والمعادن. طيب تعالي بقى نشوف حاجة تاني أحلى وأحلى. كلنا محتاجين المناعة، جسمنا محتاج مناعة عشان يقدر يقاوم الأمراض، بالذات في فصل الشتاء، لأن الشتاء دايما المناعة ضعيفة بسبب برودة الجو. طيب يبقى الجوافة مفيدة للمناعة. ليه بقى؟ لأن فيها فيتامين سي اللي بيعزز المناعة، مضادات الأكسدة. طيب ممكن تكون مفيدة ايه تاني للمعدة؟ الجوافة مفيدة للمعدة. طب ازاي الجوافة فيها بذور كده بالعقل، اني انا اكل جوافة فيها بذور وما يجيليش امساك او اسهال، ودول الحالتين الوحيدين اللي بيوقفوا قصاد المعدة. طب انا هقول لكم كده سريعا ان في دكتور قال لو كلت الجوافة لحم من غير بذر هيجيلك اسهال، ولو كلت بذر من غير لحم هيجيلك امساك. الاتنين مع بعض بيساعدوا على ان المعدة تستحمل الامساك والاسهال. يبقى هي بتحسن الهضم، علاج للامساك، علاج لالتهابات المعدة، مفيدة جدا للبشرة يا جماعة، مفيدة جدا للبشرة، بتجدد الخلايا، مكافحة للتجاعيد، ترطيب البشرة. انا عاوزة اقول لكم ان سلايفي بيسألوني سؤال، هو انتي بتحطي كريمات ايه عشان بشرتك تبقى حلوة جدا؟ انا باكل كل ما هو طبيعي. انا بحب الجوافة جدا وبحب الرمان جدا وباكله بكترة. مكافحة، بتفيد بقى في ايه بقى البشرة؟ بتجدد الخلايا، مكافحة للتجاعيد، مرطبة للبشرة، مكافحة للحبوب والبثور. طيب بعد كل ده هل الجوافة في حاجة تاني ممكن تكون مفيدة؟ مفيدة للأسنان، بتشيل القرح، بالتهابات اللثة، كل ده بتفيد ليها الجوافة. طيب آخر حاجة هقولها، هل للجوافة أضرار؟ لأ، إلا في حالة واحدة بس، الإنسان يكون عنده حساسية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأرجو الاشتراك.